نحن اليوم نتواجد بإقليم ورزازات بمدينة ورزازات للعمل على تنوير المهنيين حول برنامج لدعم القوانين السياحية جو سياحة. اليوم هذه الندوة تندرج في إطار قافلة السياحة اللي تتنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هي خاصة بجو سياحة، وبرنامج جو سياحة هو من أهم البرامج اللي في طريقة خارطة الطريق 2023-2026 اللي تتمحور عبر 3 محاور اللي هما دعم الاستثمار، دعم تنافسية المقاولات عبر الخبرة التقنية، وكذلك دعم النمو الأخضر. يعني هذا البرنامج هذا تيخول الشركات تطوير مسائل ديال الترفيه والتنشيط، خاصة المؤسسات اللي خدامين في مجال الفندقة والمطاعم المصنفة. ومغرب مقاولات يعني عبر هذا البرنامج ستعطي واحد المنحة ما بين 30% حتى 40% يعني لدعم الاستثمار، واما الخبره التقنيه توصل حتى ل 90% عبر الخبره التقنيه. وجدير بالذكر انه هناك سجل الخبره والكفاءات اللي يمكن للشركات يختاروا خبراء اللي يمكن يواكبوهم. مغرب مقاولات تعطي واحد التكلفه ديال 90% في هذا المجال هذا. اليوم تنتواجدوا في قسم المؤتمرات لان كان واحد الموضوع هو جو سياحه، وهو برنامج كتتمة لبرامج أخرى اللي دارتها وزارة السياحة، مشكورة كثيرا عليها، لأن المنطقة ديال درعا تافيلات هي المنطقة المنكوبة لا في أيام كورونا ولا في أيام الزلزال، فكانت الوزارة تنشكرها مرة أخرى أنها أعطت الدعم لا ديال كورونا ولا ديال الزلزال. هنا جاء الدعم الآخر وهو جو سياحة، تنتمنى بأنه يكون المستفيد منه أكبر في ورزازات. فهذا الدعم جاء الإيواء السياحي، وجاء المطاعم المصنفة أيضا، وجاء أيضا حتى لي كوبيراتيف. دونك هذا الدعم تنظن غادي يعاون الناس اللي بغاو يديروا ترويج سياحي، اللي بغاو يديروا الألواح الطاقية، اللي بغاو يديروا يعاونوا راسهم في أي حاجة اللي فيها الرقمنة، وايضا اللي بغاو ياخذوا شهادات كشهاده النمو الاخضر ولي فورماسيون، حتى لي فورماسيون كاينين. كنحضروا في هذه الاشغال ديال الانطلاقه ديال هذا البرنامج ديال جو سياحه اللي المشرفين على المشروع يعني قاموا بالتقديم ديال المشروع. اللي هذا المشروع هذا كنراهنوا عليه وكنشوفوا فيه يعني واحد المتنفس اللي غادي يعطي واحد الدعامه مهمه للمشاريع ديالنا في المنطقه، وغادي يكون واحد الاقلاع ديال القطاع السياحي. كنتمناو باش يعني التفعيل ديال هذا البرنامج يكون يعني تكون عنده واحد الملائمه ديال الوضع اللي كتعيشه المنطقه ديال الجهه ديال درعا تافيلات على العموم والمنطقه ديال زاكورا على الخصوص. كاينين يعني خصوصيات ديال المنطقه. السياحه يعني كتعرف واحد التدهور كبير من بعد سنوات ديال الازمه ديال كوفيد. اليوم حنا هذا المتنفس، هذا البرنامج عطانا واحد المتنفس كمستثمرين اللي كنتمناو ان شاء الله باش يعني تكون واحد الليونه في التفعيل ديال والتنزيل ديال هذا المشروع، ويستافدوا المستثمرين اللي كاينين في الاقليم ديال زاكورا من هذا البرنامج هذا، وتعطى لهم يعني فرصه على غرار باقي الجهات باش يكون واحد التنميه مستدامه ديال القطاع ديال السياحي في الاقليم. نتمنى انهم يعني ينخرطوا بشكل فعال وتقدم مشاريع يعني كثيره وعديده على مستوى الجهه للاستفاده من هذا البرنامج، يعني على مستوى ديال يعني الليفول ديالو 3. وثانيا تكون الحمد لله دابا جميع الفاعلين في قطاع السياحه غيواكبوا المهنيين ان شاء الله، يعني نسرعوا في انه جميع القطاع كله يعني يدوز القطاع المهيكل باش يستخدم كامل البرامج الوطنيه. شكرا لكم على التفاعل.